في الفيديو ده انا مش هتكلم في نقط ثابته او مش هتكلم في موضوع معين. انا عايز اتكلم في نقط ليها علاقه بالنادي الاهلي وليها علاقه بمنتخب مصر، دردشه. يعني ممكن في كلام انا مش مهيأ له شويه ومش مرتب له قبل الفيديو، وممكن في الفيديو هتيجي الافكار او الكلام هيجيب بعضه فهتكلم معاكم فيه. بس في نقطتين اساسيين انا مرتب لهم وعايز اتكلم فيه. النقطه الاولى ليها علاقه بالسنتر فيرود والمهاجم في النادي الاهلي. عايز احط علامات تعجب من هنا للصبح. ايه كاموش ده او ايا كان الطريقه اللي انت هتقول بيها الاسم دي مش المشكله خالص. عايز افهم لحد دلوقتي مين العين اللي جابت اللاعب ده. ومش بتكلم على كاموش بس، ده كذا حد الماضي القريب، كذا حد بنفس المقومات دي، ناس جابتها النادي الاهلي ومصدرها على اساس ان هي دي اللعيبه اللي هتيجي المفروض هتعدل الميله، دي اللعيبه اللي المفروض هتبني عليها، دي اللعيبه اللي هتعوض لك اسماء تقيله كانت قبلهم في وقت من الاوقات. طب بعيدا عن الصفقات دي ولها علاقه برضو بالسنتر فيرود، فين الناشئين في النادي الاهلي اللي بيطلع لك لعيبه بمقاومات عاليه اللي تلعب لك في المركز ده؟ يعني اخر حد على ما اتذكر ممكن افتكره في الناشئين النادي الاهلي هو عمرو جمال. ماشي، ممكن نقول حمزه عبد الكريم دلوقتي من اللاعب اللي ممكن اللي كان يتبني عليه ولاعب مستقبل، بس جاله برشلونه دي ما نقدرش نتكلم فيها، دي مستقبل الكره المصريه ونفس الوقت برضه سمعه النادي الاهلي، ونفس القصه برضه عوائد النادي الاهلي بعد كده في لو ان شاء الله برشلونه بعد الاعاره 6 شهور ان هم يفعلوا بند الشراء. وبعد كده بنتكلم ان في نسبه اعاده بيع بعد كده ان شاء الله لو حمزه عبد الكريم انتقل من برشلونه النادي اعلى بامر الله، وشوفنا بعد كده عاده البيع النادي الاهلي، ففي عوائد ماديه، ده غير سمعه النادي الاهلي. فبعيدا عن النقطه دي، غير حمزه عبد الكريم فين اللعيبه اللي ممكن تلعب لك في المركز ده السنتر فورورد اللي ممكن تبني عليها وتقول ده النادي الاهلي او مدرسه الكوره في النادي الاهلي طلعت لعيبه سنتر فورورد زي قبل كده عمرو جمال اللي بعد الاصابه اتغير تماما ومستواه قل بنسبه كبيره جدا. وقبل عمرو جمال شفنا عماد متعب، شفنا اسامه حسني. طب فين الناس دي؟ فين العين دي؟ طب مين الناس اللي طلعت الكلام ده؟ مين الناس اللي طلعت لعيبه زي دي؟ انا من وجهه نظري مش معلومه اكيده، بس من خلال برضو على ما اتذكر الفتره دي، فكرتني عبد العزيز عبد الشافي كان ليه اثر كبير جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي الفتره دي ممكن اللعيبه الثلاثه اللي انا ذكرتهم دول ممكن كان في عهده، او في لعيب على الاقل خلاص كان في عهده، او كان مؤثر ان اللاعب ده يكون موجود في النادي الاهلي. وعلى ما اتذكر برضو كريم بامبو ورمضان صبحي، سواء كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي او سواء كان حتى الكابتن فتحي مبروك، حد فيهم. طب إن في عيون قريبه من الناس دي، فين الكشافين اللي كانت بتجيب لك اللعيب من حواري مراكز الشباب، من حواري الشوارع المصريه، يجيب لك اللعيبه دي ويقول لك ده اللاعب ده موهبه استثنائيه ابن عليه. اللعيب ده شويه مجهود، بس حاجه بسيطه خالص انك تحطه في منظومه كويسه وهو امكانياته تساعده ان هو يقدر يمشي في المنظومه دي، فبالتالي هيطلع لك منتج انت اللي مستنيه، ومنتج يتماشى مع كيان النادي الاهلي ومع مكانه النادي الاهلي. يعني اللي انا عايز افهمه دلوقتي كمويش دلوقتي بعد الضجه والضغط الاعلامي والضغط الجمهور اللي حصل الفتره الاخيره بعد وسام ابو علي، ومفيش لاعب قدر يعوض وسام ابو علي بعد لما انت يعني حطيت كده وسام ابو علي في مكانه ان هو خلاص ملمع كده يخلي انديه العالم كلها تتكلم عليه. في كاس العالم جاب لك 3 جوان في بورتو، امكانياته مساعده. لاعب لو فكيته هتفكه باتنين 3 لعيبه، لانه لاعب غير انه قوي وشرس وهداف، ده لاعب بيلعب لك فاولات بتكنيك عالي جدا. وتقريبا ممكن على ما اتذكر اخر واحد كان ممكن بيفيدك في الركلات الحره او الكرات القريبه من ال 18 وبيسجلها بمختلف التكنيك ما بينهم، كان ابو تريكه. وشوف ابو تريكه معتزل من امتى؟ من 2013. وسام ابو علي جاي لك تقريبا في 2024. ده تقريبا على ما اتذكر وده اقرب واحد كان ممكن بيحط لك الحته دي. ممكن يقول سليمان بس مش بسرعه عاليه، ممكن يقول علي معلول بس مش بسرعه عاليه اللي عملها وسام ابو علي، واللي عملها ابو تريكه. ضربات جزاء، ضربات رأسيه، لعيب محطه، لعيب تارجت مان، لعيب ممكن يساعدك في انك في التدرج بالكوره. عنده كل المقومات اللي يخليه ان هو اللاعب ده لاعب تقيل جدا. الكلام اللي اتقال ان امير توفيق هو اللي جاب وسام ابو علي، امير توفيق ممكن يكون فيه كلام كتيره جدا بالسلبي ضده، بس في الحته دي ايجابيه بصوره عاليه جدا. طب سيبك من امير توفيق لان انا مش عندي
تاريخه اللي ممكن اقدر اقيمه بصوره فير من غير ما اظلمه ومن غير برضو مبالغ واحطه في موضع الاوفر ريتد. طب دلوقتي احنا بنتكلم في انديه اقل جدا من مكانه النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي بيجيب لك لعيبه عاليه وبيجيب لك لعيبه بتبقى ميجا ستار في الوقت ده، وانت كنادي الاهلي بتحاول تجري وراهم. وبتكلم على انديه في الدوري المصري، مش بكلمك في انديه في الشرق الاوسط. بتتكلم في نادي الاسماعيلي فتره من فترات، رغم المشاكل في النادي الاسماعيلي، حتى لو في الوقت ده ما كانش عنده المشاكل، بس في نفس الوقت كان ماشي في المنحنى التنازلي، في المنحنى اللي بنقول عليه النادي الاسماعيلي. مش النادي الاسماعيلي اللي كنا بنشوفه في بدايه الالفيه، بدايه 21 اللي بيلعب نهائي دوري ابطال العرب، وبيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي واخد دوري مصري وبينافس على الدوري المصري وغيره وغيره وغيره. شفناه في وقت من الاوقات على ما اتذكر في من 2015 2017 جاب لك لاعب زي جون انطوي واخد هداف الدوري. الاهلي بيجري عليه، مدير تعاقدات زي هيثم عرابي، الشخصيه اللي انا من وجهه نظري اتظلمت وممكن اتحسبت ان هي تبع المهندس محمود طاهر، فبالتالي مش هيمشي مش هيجيبوا الكابتن محمود الخطيب على يعني ده توقعي، وده اللي ممكن اللي يخليني انا شايف الكادر عامل ازاي. كل واحد عايز يجيب رجالته اللي ماشيه في اتحاد الكوره، وممكن ماشيه في معظم ادارات الانديه بنفس المنطلق. كل واحد عايز يجيب الاسم اللي هو يعني يتحط في يعني يتحسب ليه هو، ما يتحسبش للمنافس اللي كان ضده في وقت من الاوقات او اللي كان قبله. الكلام ده ممكن بنشوفه في برشلونه، لو بتشوف مثلا بارتيميو، بتشوف لابورتا مثلا بيتكلم على ليونيل ميسي، ده واحد من لاماسيا لابورتا جابه، فبارتيميو بيحاول يبني مشروع على نيمار، طب على جريزمان، طب على ديمبلي، طب على كوتينهو غيره. الكلام ده كله مش فكر او ثقافه مصريه، هي ثقافه عالميه وثقافه لجميع الناس وللبشر عموما. كل واحد عايز المجد يتحسب له بمختلف بقى. في ناس النقطه دي ما بتحسبلهاش قوي، ما بتفكرش فيها قوي، ممكن بيفكر في النجاح عموما او النجاح المنظومه اكتر من النجاح هو الشخصي. الناس دي ممكن دي اللي اتقال عليها الا ما رحم ربي. دلوقتي بتتكلم في ان جون انطوي، بتتكلم في ناس زي اتحاد السكندري جاب لك في وقت من الاوقات لاعب زي مابولول اللي خد هداف الدوري، واللي خد هداف الدوري الليبي برضه. لاعب رجع لاتحاد السكندري حتى لو عنده 33 سنه، رجع لاتحاد السكندري فري، فده برضه من العيون برضه الكويسه. هتشوف مثلا في نادي بيراميدز اللي جاي جديد منظومه مختلفه واسماء كويسه، واسماء في الاداره كويسه، ونجوم زي كابتن هاني سعيد، كابتن محمد ناجي جدو، اسماء تقيله واسماء ممكن تقول عليها ان هي دي اسماء فعلا كان في الجيل ازاي في وقت من الاوقات، سواء كان جدو او هاني سعيد في 2008 و2010، جدو في 2010 مع منتخب مصر. ففي ناس ممكن تكون زاد ان هي غير في لعب كره القدم، ينتقلت في حته الاداره شويه، وخدت دورات تدريبيه، خدت كورسات، خدت غيره وغيره عشان تقدر تواكب تطور في كره القدم في الوقت ده. فممكن هاني سعيد في النقطه دي، وممكن جدو في النقطه دي برضه. فشوفنا او ممدوح عيد برضه، فشوفنا في من القصه دي، وشفت لاعب زي فيستون مايلوف المهاجم الصريح، لاعب مهاجم فتاك، خد افضل لاعب في القاره داخل القاره السنه اللي فاتت. ففين الناس دي، فين الخامه دي في النادي الاهلي؟ الكلام اللي بيقوله معظم الجمهور ده برضه تحطه في مكانه ممكن المنطق، يعني ما تقدرش تقول ان الكلام ده مش منطقي خالص، او الكلام ده مش في كيان زي النادي الاهلي. حته السمسره، يعني انا فعلا بقيت بوصلها ان هو انت دلوقتي لا، ده انت في وكلاء لاعبين معينين، حتى لو اللعيبه اللي هم تحت ادارتهم او تحت وكالتهم، اللعيبه دي مش افضل حاجه ومش افضل خامه في النادي الاهلي، بس انت بتشوف خلاص انت حصرت الاختيارات بالنسبه لك في حته الوكلاء. لو النقطه دي في النادي الاهلي وحته السمسره تبقى مصيبه، تبقى بلوه، وده اللي ممكن يتحط في خانه المنطق دلوقتي فعلا، من غير بقى ما انت تشكك في زمام حد، بس حته فعلا ممكن تحطها في المنطق انك بتتكلم من غير ذكر اسماء. انا بتكلم دلوقتي في حته ان لاعب زي والتر بواليا، لاعب زي موديست ده حاجه غريبه جدا. انا من الناس اللي قلت موديست ده حاجه خامه محترمه جدا، من لما شفت فيديوهات وبروسيا دورتموند ومش عارف ايه، انت كده بتعمل بروباجندا للاعب اللي جاي لي علشان اقدر اقيمه في وقت من الاوقات، واقدر اقول ده صفقه تقيله. فبالتالي الراي العام للمشجع الاهلاوي، وحتى الراي العام المصري يقول لك لا، ده صفقه محترمه، صفقه كويسه. فتيجي نشوفه، لا ده لاعب، ده مبطل كوره يا عم، ده مفيش خالص. حاسس موديست مش بعيد خالص عن كامويش، لاعب مفيش شراسه خالص، لاعب افريقي بس تحسه ما يقلش حاجه عن جردشار في حته عدم الشراسه.
يعني جردشار في وقت من الاوقات كورته كويسه ولمساته كويسه مش موجوده في كامويش. طب جردشار مش فتاك بمحطه كويسه، بس مش مهاجم اللي بيقولوا عليه مهاجم الافريقي اللي ممكن يتماشى او يقدر يجاري الدفاعات الافريقيه والاحتكاكات الافريقيه، فمشيته بسبب النقطه دي. ورغم عشان هو برضه يمكن اتقارن باسامه ابو علي. طب انت دلوقتي حطيت تارجت معين اسامه ابو علي، حطيت تارجت معين عماد متعب، حطيت تارجت معين فلافيو، حطيت تارجت معين عمرو جمال في وقت من الاوقات. الناس دي عرفت تجيبها في كاموش؟ جاب كاموش ماشي، ما اختلفناش، انت جبته في باعاره 350 تقريبا الف دولار او 1000 يورو. في الاخر احنا بنتكلم في العين، مين العين اللي جابت اللاعب ده؟ طيب انت هتقدر تقيمه بفيديوهات؟ مستحيل. ما اظنش دي سياسه النادي الاهلي. اظن مليون في الميه في ناس راحت بصت على ماتشين 3 4. طب فين بقى العين؟ فين العين اللي تقدر تقيم تقول لك من ماتشين 3 دي اللاعب ده هيقدر يتمشى في النادي الاهلي ولا لا؟ طيب انا حطيت بلان واحد، بلان ايه، بلان بي، بلان سي، بلان مش عارف ايه، ما قدرتش اجيب ايه وبي وسي، ورحت اجيب مثلا دي او بعد دي كمان علشان حته الفلوس، عشان حته التعاقدات. مش عارف اقدر اقنع اللعيبه دي انها تيجي او ادارتهم انها تيجي. ده هيثم عرابي راجل في وقت من الاوقات لما الزمالك كان بيقدر يناطح النادي الاهلي في وقت من الاوقات، وكان الفلوس تقريبا متقاربه في الصفقات، سواء كان تمويل مرجان اعمال او تمويل من تركي الشيخ او غيره. كان بيناطحك في ايفونا وجون انطوي، والاثنين جبتهم، واحد هداف دوري وواحد كان مقطع الدنيا في وداد المغربي تقريبا على ما اتذكر. طب فين الكلام ده في النادي الاهلي في الوقت ده؟ لازم تغيير حسابات كبيره جدا في النادي الاهلي في الوقت ده. نقطه ثانيه عايز اتكلمها بخصوص المنتخب مصر. في كلام كتير بيطلع على حته كابتن حسام حسن في اننا دلوقتي في حته ان هو عايز يغير الاسماء وعايز يغير سياسه اختار اللعيبه. طب دلوقتي انا معاك في النقطه دي، والاسماء اللي اتذكرت ما تقلش خالص منطق في حته ان هو انت عايز نقطتين مهمين، اللي هو حته تواكب الاجيال او حته صغر السن، وانك تبني جيل، ونفس الوقت جوده اللعيبه. لما تتكلم على تيبو جبريل، اللاعب اللي ادى اداء محترم جدا مع منتخب الشباب، يمكن من العناصر القليله جدا اللي لمعت في البطوله دي. بتتكلم برضو عن محمد عبد الله من اللعيبه المحترمه جدا. بتتكلم عن اللعيبه برضو اللي ظهرت، ناصر ماهر، رغم ان التصريح الاخير فان حط ناصر ماهر انك تجيبه مع امكانياته العاليه مع بيراميدز وقبله الزمالك، انك تجيبه تغيير تشكيل 5-2-3 او 5-3-2، فانت هتحتاج لاعب صانع لعبه بقيمه ناصر ماهر، ومن اللعيبه القليله في الدوري المصري سواء هو وامام عاشور اللي عندهم حته حمل الكره والبول كاريور، اللعيب اللي بيقدر يتدرج بالكره لما الاوبشنات الباص تكون مش موجوده، فناصر ماهر يأدي لك الحته دي. تعالى بقى عايزك تبص في حته، مش عارف الناس ما بتتكلمش في النقطه دي ليه. محمد حمدي الصاب، عايز تجيب لاعب باك شمال في الحته دي كويسه. كريم حافظ ماشي، اسم كويس ولعب منتخب مصر 2017. في اسماء تانية ممكن تتكلم، لو بتتكلم عن لاعب كاميرون اسماعيل تقريبا، لاعب ارسنال رغم ان هو صغير في السن. لعيبه تانية ممكن تجيبها، هيثم حسن ده لاعب لازما اتحاد الكره يتحرك عليه من دلوقتي. لاعب مختلف ولاعب خامته محترمه جدا وتقدر تقنعه. حته ان هو لما كابتن وائل جمعه لما اتكلم ان هو عرض كان عايز ياخد فلوس، من وجهه نظري هي ما كانش فيها تفاهم شويه، لان حته هتقدم لي ايه، ممكن دي بلغه اللي بره مختلفه عن هتقدم لي ايه اللي احنا نقدر نفهمها. حته الفلوس او حته هتقدم لي ايه المشروع بتاعكم من الاخر، زي ما المغرب تقريبا بتعمل مع لعيبه ثانيه مزوج الجنسيه زي ابراهيم دياز وغيرهم. طيب دلوقتي ناحيه شمال انا عايز اتكلم على لاعب اسمه مروان داوود، لاعب الانبي، اللاعب اللي جابه في وقت من الاوقات كيروش لمنتخب مصر. انا مش متابعه بصوره مستمره، بس كل لما بتفرج على ماتش لانبي واجي اشوف له كده لقطات، احس ان اللاعب ده خامه مختلفه، لاعب امكانياته مختلفه، ولاعب كورته كويسه، واللاعب اللي الكوره كويسه في رجله بيبان. لو على المدى الطويل اللاعب ده محترم، اللاعب ده خامه كويسه، مستغرب اهلي وزمالك، او ممكن الزمالك تستثنيه دلوقتي بسبب مشاكله الماديه. اهلي وبيراميدز ما بيفكرش فيه، منتخب مصر بقياده حسام حسن ما بيفكرش فيه ازاي. لو اللاعب ده على المدى الطويل كويس، اتمنى يكون في نظره كويسه على اللاعب ده، لاعب خامه محترمه. اتمنى نشوف لاعيبه
محترمه جدا في بقيه المراكز. حمزه عبد الكريم اتمنى يكون فيه فعلا زي ما بنشوف ان هو في كابتن حسام حسن معين الناس ان هي تقيم كذا لاعب منهم حمزه عبد الكريم في الوقت ده لحد مارس او لحد كاس العالم. اتمنى اشوف حمزه عبد الكريم من منتخب مصر. اتمنى اشوف لعيبه كتيره، عمر خضر حتى لو في كذا لاعب في المركز ده، لو هتديله حتى معنويا ان هو اللاعب ده ممكن يتشاف وممكن يأدي بصوره محترمه، ممكن انت تشوفه في مركز كويس في المراكز الاماميه، ممكن يحصل روتيشن، ممكن تحتاجه في دكه البدلاء حتى لو في المجموعه، هتبني جيل اللي بعد كده ان شاء الله. اتمنى كابتن حسام حسن بيفكر في النقطه دي، واتمنى نشوف معسكر مارس الجاي سواء كان قدام منتخب السعوديه المنتخب العربي وسواء كان منتخب اسبانيا. اتمنى نشوف ماتشين قويين من منتخب مصر يدونا انطباع ايجابي ان احنا هنعمل حاجه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله.